نتائج الانتخابات العامة التي جرت في أجواء من الشفافية والنزاهة بمشاركة فاعلة من أبناء اليمن، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 72.22% من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت. ووفقا لنتائج فرز الأصوات، فقد حققت القائمة الأولى فوزا كبيرا، حيث حصلت على 61.33% من إجمالي الأصوات، وعليه تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن فوز المرشح الرئاسي الأخ عبد الرحمن الشجاع بمنصب رئيس الجمهورية اليمنية المتحدة. وكذلك عن نائبه في نفس القائمة الأخ مكرم الهاتف نائبا لرئيس الجمهورية اليمنية المتحدة، ليكونوا بذلك جنبا إلى جنب في بناء مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتقدم. إن هذه الانتخابات التاريخية تؤكد على رغبة أبناء اليمن في المضي قدما نحو مستقبل مشرق، ونحن واثقون أن القيادة المنتخبة ستعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب اليمني. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا ويبارك في جهود الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صادر عن اللجنة العليا للانتخابات الجمهورية اليمنية الاتحادية.